بزي موحد للسجناء بدأت الإصلاحيات في السعودية خطواتها الأولى في تطوير مرافقها لتتحول إلى مقر لتأهيل السجناء المعاقبين بأحكام قضائية وفي مقار مختلفة كليا عن السابق. ليست زنازين وإنما هي أجنحة. يوجد لدينا وحدات سجنية، كل وحدة سجنية تتكون من جناحين ألف وباء. الطاقة الاستيعابية للجناح الواحد 124 نزيل، بحيث أنه كل 6 نزلاء في غرفة واحدة. وبمرافق مكتملة وساحات لمزاولة الألعاب الرياضية وجدول مكتظ بالأنشطة الحرفية والمهنية من بينها الزراعة والأعمال الكهربائية والميكانيكية، فإن الهدف هو تفعيل فكرة تأهيل السجين قبل خروجه من السجن. أقرأها قراءة جدا مميزة. هذه نقلة حضارية لتنظيم السجون من الموقع زي ما أنت شايف، مستوى المباني، مستوى تنظيم المباني، تغيير الاسم من سجن إلى إصلاحية، فهي فكرة تغيير كامل للنظرة للسجين. وبجانب العنابر صارت هناك مكاتب تبدأ من الاستقبال وتمر بمشرف طبي على مدار الساعة ومكتب للخدمة الاجتماعية والنفسية. فعلا ليس سجن إنما إصلاحية، من خلال المنشآت الكبيرة اللي نحن وجدناها وزيارتنا إلى السجناء وإلى العنابر اللي هي موجودة، وكل موقع تقريبا بيستوعب 250 شخص، وكل زنزانة بتاخذ 6 أشخاص معنا، وكذلك ال 250 مرتبط بهم كل الخدمات اللي موجودة من عملية الكادرينج اللي هو المطاعم والخدمات المساندة. تجربة الإصلاحيات المطورة دشنت أولا في جدة، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المناطق والمحافظات داخل السعودية، وإن كانت في بعض المدن قد تم البدء في نقل السجناء إليها. نواف القثامي، العربية، جدة.